بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. في إسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله قال رحمه الله: زيد بن الحباب بن الريان روى له الجماعة إلا البخاري. وقيل ابن رومان الإمام الحافظ الثقة الرباني أبو الحسين العقلي الخرساني ثم الكوفي الزاهد. والحباب في اللغة هو نوع من الأفاعي، ولد في حدود 30 و100. وروى عن أسامة بن زيد الليثي وأسامة بن زيد بن أسلم العمري وأيمن بن نابل وسيف بن سليمان وعكرمة بن عمار والضحاك بن عثمان الحزامي ومعاوية بن صالح الحمصي وقرة بن خالد ومالك بن مغول وموسى بن علي بن رباح والحسين بن واقد المروزي وسفيان الثوري ويحيى بن أيوب وموسى بن عبيدة وخلق كثير. وجال في طلب العلم من مروان الشاهجان وإلى مصر، حتى قيل إنه دخل إلى الأندلس. حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمد بن رافع وأبو إسحاق الجوزجاني والحسن بن علي الحلواني ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء وسلمة بن شبيب وأحمد بن سليمان الرهاوي ويحيى بن أبي طالب وعدد كثير، حتى إن يزيد بن هارون مع تقدمه قد روى عنه. واستقى علي بن المديني وغيره. وقال بعض الحفاظ هو صالح الحديث لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل صاحب حديث كيس قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث، ما كان أصبره على الفقر، كتبت عنه بالكوفة وها هنا. قال وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس. رواه أبو بكر المروزي عن أحمد. فقال أبو بكر الخطيب: ظن أحمد رحمه الله أن زيدا سمع من معاوية بن صالح بالأندلس، فقد كان على قضائها، وهذا وهم، وأحسب أنه سمع منه بمكة، فإن ابن مهدي وغيره سمعوا منه بمكة. وقال الخطيب في كتاب السابق: حدث عن زيد بن الحباب عبد الله بن وهب ويحيى بن أبي طالب، وبين وفاتيهما 78 سنة. وروي عن علي بن حرب الطائي قال: أتينا زيد بن الحباب فلم يكن له ثوب يخرج فيه إلينا، فجعل الباب بيننا وبينه حاجزا وحدثنا من ورائه رحمه الله. قال مطين وغيره توفي سنة 300. قال رحمه الله: العوفي أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن عطية قاضي الشرقية ببغداد، ثم قاضي عسكري المهدي العلامة أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن المحدث عطية العوفي الكوفي الفقيه. روى عن أبيه وعن الأعمش وأبي مالك الأشجعي وعبد الملك بن أبي سليمان. حدث عنه ابنه حسن وابن أخيه سعد بن محمد وبقية بن الوليد وهو أكبر منه، وإسحاق بن بهلول وعمر بن شبة. قال ابن معين: كان ضعيفا في القضاء ضعيفا في الحديث. وقال الحسين بن فهم: كانت لحيته تبلغ ركبته. قال الذهبي رحمه الله: قلت له حكايات في القضاء وفيه دعابة، وكان مسنا كبيرا. قال خليفة توفي سنة 21. قال رحمه الله: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري، الإمام العلامة أبو زكريا البصري نزيل المغرب بإفريقيا. حدث عن سعيد بن أبي عروبة وفطر بن خليفة وشعبة والمسعودي والثوري ومالك، وأخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصنف. روى عنه ابن وهب وهو من طبقته، وولده محمد بن يحيى وأحمد بن موسى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. الداني قال أبو عمر الداني: روى الحروف عن أصحاب الحسن وغيره. أبو عمرو، نعم. نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: قال أبو عمرو الداني: روى الحروف عن أصحاب الحسن وغيره، وله اختيار في وأبو القراءات عمرو. نعم، هو أبو عمرو. تمام. نعم، عذرا نسيت، أنا اللسان سبق. جزاكم الله خيرا. قال: وله اختيار في القراءات من طريق الآثار، سكن إفريقية دهرا، وسمعوا منه تفسيره الذي ليس لأحد من المتقدمين مثله، وكتابه الجامع. قال: وكان ثقة ثبتا عالما بالكتاب والسنة، وله معرفة باللغة والعربية. ولد سنة 24 و100.
وقال ابن يونس مات بمصر بعد أن حج في صفر سنة 200 رحمه الله. قال رحمه الله: الحسين بن علي بن الوليد الجعفي روى له الجماعة: الإمام القدوة الحافظ المقرئ المجود الزاهد بقية الأعلام أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم الكوفي، قرأ القرآن على حمزة الزيات وأتقنه، وأخذ الحروف عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي بكر بن أبي عياش، وسمع من الأعمش وجعفر بن برقان ومجمع بن يحيى الأنصاري وفضيل بن مرزوق وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسفيان الثوري وزائدة وطائفة سواهم. وصاحب الفضيل بن عياض وغيره حدث عنه سفيان بن عيينة وهو من شيوخه، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور الكوسج ويحيى بن معين وأحمد بن سليمان الرهاوي وأبو إسحاق الجوزجاني وأبو كريب ومحمد بن رافع وأحمد بن الفرات وأحمد بن عمر الوكيعي وعبد بن حميد وهارون بن عبد الله الحمال وعباس الدوري ومحمد بن عاصم الثقفي وخلق كثير. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي، يريد بالفضل التقوى والتأله، هذا عرف المتقدمين. قال يحيى بن معين وغيره هو ثقة. وقال قتيبة قيل لسفيان بن عيينة: قدم حسين الجعفي، فوثب قائما وقال: قدم أفضل رجل يكون قط. وقال موسى بن داود: كنت عند ابن عيينة فجاء حسين الجعفي فقام سفيان فقبل يده. وقال يحيى بن يحيى التميمي عالم خراسان: إن كان بقي من الأبدال أحد فحسين الجعفي، وذكر اثنين. وقال محمد بن رافع: حدثنا الحسين الجعفي، وكان راهب أهل الكوفة. وروى أبو هشام الرفاعي عن الكسائي قال: قال لي هارون الرشيد: من أقرأ الناس؟ قلت: حسين الجعفي. قال حميد بن الربيع: رأى حسين الجعفي كأن القيامة قد قامت، وكأن مناديا ينادي: ليقم العلماء فيدخلوا الجنة. قال: فقاموا وقمت معهم، فقيل لي: اجلس، لست منهم، أنت لا تحدث. قال: فلم يزل بعد يحدث بعد أن كان لا يحدث، حتى كتبنا عنه أكثر من 10,000 حديث. قال أحمد بن عبد الله العجلي: حسين الجعفي ثقة، كان يقرئ القرآن رأس فيه، وكان رجلا صالحا، لم أرى رجلا قط أفضل منه. قد روى عنه سفيان بن عيينة حديثين ولم نره إلا مقعدا. قال: ويقال إنه لم ينحر ولم يطأ أنثى قط. قال الذهبي رحمه الله: قلت هذا كما يقال فلان لا نكح ولا ذبح. قال: وكان جميلا لباسا يخضب وخضابه إلى الصفرة، وخلف 13 دينارا، وكان من أروى الناس عن زائدة بن قدامة، كان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه، وكان سفيان الثوري إذا رآه عانقه وقال: هذا راهب جعفي. قال الذهبي رحمه الله: قلت تصدر للإقراء، تلا عليه أيوب بن المتوكل وغيره، وحديثه في كتب الإسلام الستة وفي مسند أحمد، ويقع لنا حديثه عاليا في مسند عبد وفي أجزاء عدة. قيل إن مولده في سنة 19 و100، وتوفي في شهر ذي القعدة سنة 300، وله 80 سنة. وتوفي معه في العام يحيى بن آدم عالم الكوفة، وعلي بن موسى الرضا العلوي، وأبو داود الحفري، عمر بن سعد، ومحمد بن بشر العبدي، وزيد بن الحباب، وأزهر بن سعد السمان، والوليد بن مزيد العزري. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد المنعم القزويني غير مرة عن أبي جعفر الصيدلاني في كتابه العام. قال: وأخبرنا أحمد بن سلامة إجازا عن خليل بن بدر وأحمد بن محمد بن عبد الله التيمي قالوا: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عاصم الثقفي قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا حديث حسن قوي الإسناد. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد وإسماعيل بن يوسف وعيسى بن أبي محمد وآخرون قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا أبو الحسن بن داود قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية
قال أخبرنا إبراهيم بن خزيم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: بعد العتمة قبل أن أنام. قال: ولعمر: متى توتر؟ قال: من آخر الليل. قال حز قال حزم نعم. قال: حزم هذا وقوي هذا. نعم، جزاكم الله خير. قال: حزم هذا وقوي هذا. قال رحمه الله أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة. أبو بكر الأصم كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه، وكان دينا وقورا صبورا على الفقر منقبضا عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي. مات سنة 102، وله تفسير وكتاب خلق القرآن وكتاب الحجة والرسل وكتاب الحركات والرد على الملحدة والرد على المجوس والأسماء الحسنى وافتراق الأمة وأشياء عدة، وكان يكون بالعراق. قال رحمه الله روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري روى له الجماعة. ابن حسان بن عمرو الحافظ الصدوق الإمام أبو محمد القيسي البصري من قيس بن ثعلبة حدث عن ابن عون وهشام بن حسان وأشعث بن عبد الملك الحمراني وعوف الأعرابي وحسين المعلم وأسامة بن زيد المدني وإسماعيل بن مسلم العبدي وأيمن بن نابل وزكريا بن إسحاق وعباد بن إسحاق وابن جريج وعبيد الله بن الأخنس وعلي بن سويد بن منجوف وعمر بن سعيد بن أبي حسين ومحمد بن أبي حفصة وموسى بن عبيدة وسعيد بن أبي عروبة وحبيب بن الشهيد وحجاج الصواف وحاتم بن أبي صغيرة وحماد بن سلمة وسفيان وشعبة وابن أبي ذئب ومالك وخلق كثير، وينزل إلى سفيان بن عيينة ونحوه، وكان من كبار المحدثين. حدث عنه علي وأحمد وإسحاق وابن نمير وبندار وأحمد بن سعيد الرباطي وزهير بن محمد المروزي وأبو إسحاق الجوزجاني وعبد بن حميد وعلي بن حرب ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وأبو بكر الصاغاني وأبو قلابة الرقاشي وأحمد بن عبيد الله النرسي ومحمد بن أحمد بن أبي العوام ويحيى بن أبي طالب وإسحاق الكوسج ويعقوب بن شيبة والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن يونس الكديمي وبشر بن موسى وخلق كثير. قال الكديمي: سمعت علي بن المديني يقول: نظرت لروح بن عبادة في أكثر من 100,000 حديث، كتبت منها 10,000. وقال يعقوب بن شيبة: روح كان أحد من يتحمل الحمالات، وكان سريا مريا كثير الحديث جدا صدوقا. سمعت عليا يقول: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا، منهم روح بن عبادة. قال يعقوب: وحدثني محمد بن عمر سألت يحيى بن معين عن روح فقال: صدوق ليس به بأس، حديثه يدل على صدقه، يحدث عن ابن عون ثم يحدث عن حماد بن زيد عن ابن عون. فقلت ليحيى: زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم فيه، فقال: باطل، ما تكلم فيه بشيء وهو صدوق. قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني فذكر هذه القصة فلم أضبطها عنه، فحدثني عبد الرحمن بن محمد قال: سمعت عليا قال: كانوا يقولون إن يحيى بن سعيد يتكلم في روح، فإني لعند يحيى إذ جاءه روح فسأله عن شيء من حديث أشعث، فلما قام قلت ليحيى: أما تعرف هذا؟ قال: لا. قلت: هذا روح بن عبادة، كأنه كان يعرفه ولكن لم يجمع بين اسمه وصفته. قال: فقال: هذا روح ما زلت أعرفه يطلب الحديث ويكتبه. قال علي: ولكن كان عبد الرحمن بن مهدي يطعن على روح وينكر عليه أحاديث ابن أبي ذئب عن الزهري هذه المسائل. فقال لي معن: وما يصنع بها؟ هي عند بصري لكم، كان عندنا ها هنا حين قرأ علينا ابن أبي ذئب هذا الكتاب. قال علي: فأتيت عبد الرحمن فأخبرته فأحسبه، قال: استحله لي. وقال يعقوب بن شيبة قال محمد بن عمر قال: نعم سيدنا. اطلب منه أن يحلني، يعني استحله لي. أي نعم. نعم جزاكم الله خير.
وقال يعقوب بن شيبة قال محمد بن عمر قال يحيى بن معين هذا القواريري يحدث عن 20 من الكذابين، ويقال لا أحدث عن روح بن عبادة. قال يعقوب وسمعت عفان بن مسلم لا يرضى أمر روح بن عبادة، وحدثني محمد بن عمر أنه سمع عفان وذكر روح بن عبادة فقال هو أحسن حديثا عندي من خالد بن الحارث، وأحسن حديثا من يزيد بن زريع، فلم تركناه، يعني كأنه يطعن عليه. فقال له أبو خيثمة ليس هذا بحجة، كل من تركته أنت ينبغي أن يترك، أما روح بن عبادة فقد جاز حديثه، الشأن في من بقي. قال يعقوب وأحسب أن عفان لو كان عنده حجة مما يسقط بها روح بن عبادة لاحتج بها في ذلك الوقت. أبو عبيد الآجري قال سمعت أبا داود يقول كان القواردي لا يحدث عن روح، وأكثر ما أنكر عليه 900 حديث حدث بها عن مالك سماعا. قال أبو داود وسمعت الحلواني يقول أول من أظهر كتابه روح بن عبادة وأبو أسامة. قال عقيب هذا أبو بكر الخطيب، يعني أنهما رويا ما خولفا فيه، فأظهر كتبهما حجة لهما على مخالفيهما، إذ روايتهما عن حفظهما موافقة لما في كتبهما. قال وروح كان بصريا قدم بغداد وحدث بها مدة طويلة، ثم انصرف إلى البصرة فمات بها، وكان كثير الحديث، صنف الكتب في السنن والأحكام، وجمع التفسير، وكان ثقة. وقال أحمد بن الفرات طعن على روح بن عبادة 12 أو 13، فلم ينفذ قولهم فيه. قال علي بن المديني ذكر عبد الرحمن بن مهدي روح بن عبادة فقلت لا تفعل فإن هنا قوما يحملون كلامك، فقال أستغفر الله، ثم دخل فتوضأ، يذهب إلى أن الغيبة تنقض الوضوء. تنقض. نعم. يذهب إلى أن الغيبة تنقض الوضوء. وقيل إن عبد الرحمن تكلم فيه وهم في إسناد حديث، وهذا تعنت وقلة إنصاف في حق حافظ قد روى ألوفا كثيرا من الحديث فوهم في إسناد. فروح لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة علمه لاغتفر له ذلك أسوة نظرائه. ولسنا نقول إن رتبة روح في الحفظ والإتقان كرتبة يحيى القطان، بل ما هو بدون عبد الرزاق ولا أبي النضر. وقد روى الكناني عن أبي حاتم الرازي قال روح لا يحتج به. وقال النسائي في الكنى وفي أثناء كتاب العتق ليس بالقوي. قال خليفة ومطين مات سنة 500، زاد غيرهما فقال في جماد الأولى، ووهم الكديمي فقال مات سنة 7. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن قدامة الفقيه وجماعة إذنا قالوا أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن الحصين قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر الناس على جسر جهنم وعليه خطاطيف وحسك وكلاليب تخطف الناس أو تخطف الناس، وبجنبتيه ملائكة يقولون وبجنبتيه أو جنبتيه. بجنبتيه نعم وبجنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم. فمن الناس من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الفرس المجرى، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا. فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون ثم يؤذن في الشفاعة. الحديث أخرجه النسائي من حديث خالد الطحان عن عثمان بن غياث أحد الثقات. ابن أبي عاصم في كتاب اللباس قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وفيها تصاوير. رواه البخاري دون وفيها تصاوير. نعم، هذه زيادة شاذة سيدنا صحيح، وفيها تصاوير. نعم. وتحت هنا يقول وجملة وفيها تصاوير ليست عند الجميع. نعم، يعني عند جميع من ذكرهم، يعني لو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. نعم.
نعم. قال رحمه الله: الهجيمي أحمد بن عطاء البصري، شيخ الصوفية العابد القانت أحمد بن عطاء الهجيمي البصري القدري المبتدع، فما أقبح بالزهاد ركوب البدع. كان تلميذ شيخ البصرة عبد الواحد بن زيد، ذكره أبو سعيد بن الأعرابي في طبقات النساك، فقال: برز في العبادة والاجتهاد وأخذ المعلوم من القوت، وذكر أن الطريق إلى الله لا يكون إلا من هذه الأبواب: الصوم والصلاة والجوع. وكان يميل إلى اكتساب القوت بيده، ولزم طريق شيخه في اللطف، فكان قدريا غير معتزلي، وكتب شيئا من الحديث. قال عبد الرحمن بن عمر رست: رآني ابن مهدي يوم جمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء، وكان يتكلم في القدر، وكان أزهد من رأيته، فاعتذرت إلى عبد الرحمن فقال: لا تجالس، فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له كذبت ولعلك لا تفعل. وكان ابن عطاء قد نصب نفسه للأستاذية، ووقف دارا في بلهجيم. نعم. ووقف دارا في بلهجيم للمتعبدين والمريدين يقص عليهم. قال ابن الأعرابي: وأحسبها أول دار وقفت بالبصرة للعبادة، صاحبه جماعة منهم أحمد بن غسان الزاهد وأبو بكر العطشي وأبو عبد الله الحمال، وجلس في المشيخة بعده ابن غسان فوقف دارا لنفسه. قال الدارقطني: أحمد بن عطاء الهجيمي يروي عن خالد العبد وعن الضعفاء متروك الحديث. وقال زكريا الساجي: هو صاحب المضمار، وكان مجتهدا يعني في العبادة، وكان مغفلا يحدث بما لم يسمع. وقال علي بن المديني: أتيته يوما فوجدت معه درجا يحدث به، فقلت له: أسمعت هذا؟ قال: لا، ولكن اشتريته وفيه أحاديث حسان أحدث بها هؤلاء. فقلت: أما تخاف الله تقرب العباد إلى الله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله: قلت: ما كان الرجل يدري ما الحديث، ولكنه عبد صالح وقع في القدر، نعوذ بالله من ترهات الصوفة. نعم. قال: نعوذ بالله من ترهات الصوفة، فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن. توفي الهجيمي هذا سنة 200، ومات أحمد بن غسان قبل 30 و200، ولكنه رجع عن القدر وامتنع من القول بخلق القرآن، فأخذ وحبس، فرأى في الحبس أحمد بن حنبل والبويطية فأعجبهما سمته وكلامه، وخاطباه فانتفع. قال ابن الأعرابي: إلا أن أصحابه ينكرون رجوعه عن القدر. قال رحمه الله: خالد بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن أسد البجلي، ابن أمير العراق البجلي القسري الدمشقي، وروى عن هشام بن عروة ومحمد بن سوقة وعمان الدهني وإسماعيل بن أبي خالد وأبي حيان التيمي وابن عون وأبي حمزة الثمري وأبي روق وسليمان بن علي العباسي وأمي الصيرفي وغيرهم. وكان صاحب حديث ومعرفة وليس بالمتقن، ينفرد بالمناكير. روى عنه الوليد بن مسلم وهو من طبقته، وهشام بن عمار ودحيم وسليمان بن بنت شرحبيل وأحمد بن جناب المصيصي وهشام بن خالد ويوسف بن سعيد بن مسلم وأحمد بن بكروية البالسي وآخرون. وقع لي من عواليه في جزء ابن أبي ثابت. قال أبو جعفر العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وذكره ابن عدي فساق له جماعة أحاديث، وقال: أحاديثه لا يتابع عليها كلها، لا إسنادا ولا متنا. ثم قال: ولم أر للمتقدمين الذين يتكلمون في الرجال فيه قولا، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. ومن مناكيره حدثنا أمي الصيرفي عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى المغرب دون المزدلفة أعاد. وفي العلماء جماعة باسمه، فمنهم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمير أبو هاشم الأموي، روى عن دحية الكلبي وأبيه، وعنه رجاء بن حيوة والزهري، وداره هي التي صارت اليوم قيسارية مد الذهب، وكانت من قبل تعرف بدار الحجارة شرقي الجامع. وكان من نبلاء الرجال ذا علم وفضل وصوم وسؤدد. قال ابن خلكان في ترجمته: كان من أعلم قريش بفنون العلم. قال: وكان بصيرا بهذين العلمين الطب والكيمياء، وله نظم رائق. وخالد بن الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك صلبه مروان الحمار. وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح أبو هاشم المري يروي عن جده ومكحول ويونس بن ميسرة
وتلا على ابن عامر روى عنه ابنه عراك ومحمد بن شعيب بن شابور وأبو مسهر ونعيم بن حماد وعدة، وثقه أبو حاتم، مات بعد 60 و100. وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني روى له ابن ماجه القزويني، روى عن أبيه والصلت بن بهرام وأبي حمزة الثمالي، وعنه الوليد بن مسلم وأبو مسهر وهشام وأحمد بن أبي الحواري وسويد بن سعيد، ضعفه ابن معين والدار قطني، مات سنة 85 و100 وله 80 سنة، وأبوه ثقة. وخالد بن يزيد أبو الهيثم العدوي العمري المكي، وبعضهم كناه أبا الوليد، روى عن ابن أبي ذئب والثوري، وعنه علي بن حرب ومحمد بن عوف الطائي وجماعة، كذبه يحيى وأبو حاتم. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. نعم. خالد بن يزيد بن مسلم الغنوي البصري، روى عنه إبراهيم بن المستمر العروقي عداده في الضعفاء. وخالد بن يزيد الكاهلي أبو الهيثم الكحال، كوفي، أخذ عن حمزة الزيات وهو من شيوخ البخاري. وخالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، ولد نائب العراق، حدث عنه بقية. وخالد بن يزيد أبو عبد الرحيم المصري، ثقة، روى عنه الليث. وخالد بن يزيد العتكي عن ثابت البناني، صدوق. وخالد بن يزيد السلمي شيخ لدحيم وجماعة سواهم. قال رحمه الله: الحفري أبو داود عمر بن سعد، روى له الجماعة إلا البخاري. الإمام الثبت القدوة الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري، الكوفي العابد، والحفر موضع بالكوفة، وهو بكنيته أشهر. حدث عن مالك بن مغول ومسعر بن كدام وصالح بن حسان وبدر بن عثمان وسفيان الثوري وعدة، ولم يرحل، ولكنه ثقة صاحب حديث. روى عنه أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وإسحاق بن منصور وعلي بن حرب ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وبنو أبي شيبة وأبو كريب وخلق سواهم. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقدم الحفري في حديث سفيان عن محمد بن يوسف الفريابي وقبيصة. وقال أبو حاتم: صدوق رجل صالح. وقال الدار قطني: كان من الصالحين الثقات. حكي أنه أبطأ يوما في الخروج إلى الجماعة ثم خرج، فقال: أعتذر إليكم فإنه لم يكن لي ثوب غير هذا، صليت فيه ثم أعطيته بناتي حتى صلين فيه ثم أخذته وخرجت إليكم. قال وكيع بن الجراح: إن كان يدفع بأحد في زماننا فبأبي داود الحفري. وقال علي بن المديني: لا أعلمني رأيت بالكوفة أعبد منه. قال الهجيمي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجوهري قال رأيت أبا داود الحفري قال رأيت أبا داود الحفري وكان لا يرى أديم جسده من الشعر، وعليه خرقتان إزار ورداء فيه عدة رقاع، وكان إذا أراد أن ينتثر خرج من المسجد، وكان مسجدهم محصبا. فقيل: أليس كفارتها دفنها؟ فيقول لعلي: أؤخذ قبل أن أكفر. لعلي، نعم نعم يعني ربما يعني. أي نعم صحيح سيدي. نعم صحيح، جزاكم الله خيرا. فيقول: لعلي أؤخذ قبل أن أكفر. وتزوج بامرأة فأصدقها 3 دنانير، وكان قوته كل ليلة قرصين وبفلس فجل أو هندبا. قال أبو حمدون الطيب المقرئ: دفنا أبا داود الحفري رحمه الله وتركنا بابه مفتوحا، ما كان في البيت شيء. قال ابن سعد وغيره: مات في جماد الأولى سنة 300. قال الذهبي رحمه الله: قلت: مات وقد شاخ، أحسبه من أبناء 70، وحديثه عندنا متيسر. جزاك الله خير. اللهم أحسن الله عليك. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام الذهبي نواصل قراءة سير أعلام النبلاء. قال الإمام رحمه الله: بشر ابن عمر روى له الجماعة. الإمام الحافظ الثبت أبو محمد الزهراني البصري،
سمع عكرمة بن عمار وشعبة بن الحجاج وعاصم بن محمد العمري وحمام بن يحيى وأبان بن يزيد وجماعة. حدث عنه إسحاق بن راهويه وبشر بن آدم وإسحاق الكوسج والذهلي ونصر بن علي ومحمد بن يحيى القطعي وآخرون، وثقه ابن سعد وقال توفي بالبصرة سنة 700. وقال أبو حاتم صدوق، وقيل إنه توفي في آخر يوم من سنة 600. أخبرنا محمد بن محمد بن سليم وأحمد بن عبد الرحمن بدمشق قدم علينا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال أخبرنا جدي أحمد بن محمد الحافظ قال أخبرنا مكي بن علان قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو علي بن معقل قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه النسائي عن الذهلي فوافقناه بعلو. قال رحمه الله: الوليد ابن مزيد روى له أبو داود والنسائي. الحافظ الفقيه أبو العباس العذري البيروتي صاحب الأوزاعي أخذ عن الأوزاعي تصانيفه عن عبد الله بن شوذب وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعثمان بن عطاء الخراساني وسعيد بن عبد العزيز وعثمان بن أبي العاتكة ومقاتل بن سليمان وعدة. حدث عنه ابنه العباس ابن الوليد الحافظ وأبو مسهر الغساني ودحيم وأبو عمير عيسى بن محمد الرملي وأحمد بن أبي الحواري ومحمد بن وزير الدمشقي وعبد الله بن خالد الرملي ومحمد بن عثمان الكفرسوسي وآخرون. قال البخاري في تاريخه: الوليد بن مزيد الشامي سمع الأوزاعي عن عمر مرسل لم يزد. وقال الدارقطني: كان من ثقات أصحاب الأوزاعي ثبت. وقال ابن زبر: مولده في سنة 26 و100. وقال محمد بن بركة: أخرج إلي سعد البيروتي أصول العباس يعني عن أبيه، فإذا أكثرها سمعت الأوزاعي. وكان الأوزاعي احترق علمه، فمن أخذ عن الأول فهو حجة وسواه ليس بحجة. ابن أبي حاتم قال حدثنا عباس بن الوليد قال سمعت أبا مسهر يقول: لقد حرصت على جمع علم الأوزاعي حتى كتبت عن إسماعيل بن سماعة 13 كتابا، حتى لقيت أباك فوجدت عنده علما لم يكن عند القوم. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا مسهر يقول: قال الأوزاعي: عليكم بكتب الوليد بن مزيد فإنها صحيحة. وقال أبو يوسف بن السفري: سمعت الأوزاعي يقول: ما عورض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد. وقال النسائي: الوليد بن مزيد أحب إلينا في الأوزاعي من الوليد بن مسلم، لا يخطئ ولا يدلس. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت الوليد بن مزيد يقول: من أكل شهوة من حلال قسى قلبه. وقال أبو مسهر: كان الوليد بن مزيد ثقة ولم يكن يحفظ وكتبه صحيحة. قال العباس: مات أبي في سنة 300 عن 77 سنة. هذا سمعه الأصم منه. وروى الفسوي عن دحيم قال: الوليد بن مزيد ثقة مات سنة 87. قلت: الأول أثبت. قال رحمه الله: محمد بن بكر ابن عثمان البغساني روى له الجماعة. الإمام المحدث الثقة أبو عبد الله وأبو عثمان محمد بن بكر بن عثمان البغساني الأزدي البصري. وبغسان بطن من الأزد. حدث عن ابن جريج وهشام بن حسان ويونس بن يزيد الأيلي وسعيد بن أبي عروبة وعبيد الله بن أبي زياد وأيمن بن نابل وشعبة وحماد بن سلمة وعدة. حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار وإسحاق الكوسج ومحمد بن يحيى الذهلي وهارون الحمال وأبو محمد الدارمي وعبد ابن حميد وأحمد بن منصور الرمادي وعدد كثير. قال يحيى بن معين: حدثنا البغساني وكان والله ظريفا صاحب أدب ثقة.
وقال ابن سعد ثقة مات في ذي الحجة سنة 300 بالبصرة. قلت مات في عشر الثمانين. أخبرنا عمر بن عبد المنعم ابن عبد المنعم قال أخبرنا عبد الصمد بن محمد حضورا قال أخبرنا علي بن المسلم قال أخبرنا الحسين بن طلاب قال أخبرنا محمد بن أحمد الغساني قال حدثنا واهب بن محمد بالبصرة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة ابن مخلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن فك عن مكروب فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا حديث غريب فرد. قال رحمه الله: عمر بن يونس روى له الجماعة. الإمام المحدث أبو حفص اليمامي حدث عن عكرمة بن عمار وعاصم بن محمد العمري وعمر بن أبي خثعم وحباب بن فضالة صاحب أنس بن مالك ووالده يونس بن القاسم الحنفي، وعنه أبو خيثمة وأبو ثور الفقيه وعمرو الناقد وإسحاق بن وهب العلاف وعبد الرحمن غسته ومحمد بن بشار وعبد بن حميد وخلق سواهم، وثقه يحيى بن معين والنسائي، توفي بعد 200. وحفيده أحمد بن محمد بن عمر اليمامي أحد المتروكين يروي عن جده عمر بن يونس وعبد الرزاق، وعنه قاسم المطرز وابن أبي داود. قال رحمه الله: يحيى بن عيسى روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. التميمي النهشري الكوفي الفاخوري الجرار نزيل الرملة حدث عن الأعمش وعبد الأعلى بن أبي المساور ومسعر وجماعة. روى عنه علي بن محمد الطنافسي ومحمد بن مصفى ومحمد بن عثمان بن كرامة وأحمد بن سنان وخلق، وكان يتردد إلى العراق. وكان أحمد بن حنبل حسن الثناء عليه. وقال أحمد بن سنان القطان: قال لنا أبو معاوية: اكتبوا عن يحيى بن عيسى فطالما رأيته عند الأعمش. وقال النسائي: ليس بالقوي. محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش قال اختلف أهل البصرة في القصص فأتوا أنسا فسألوه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص؟ قال: لا، إنما بعث بالسيف. قيل: توفي سنة 200. قال رحمه الله: الجارود ابن يزيد الفقيه الكبير أبو الضحاك العامري النيسابوري. ويقال أبو علي ولد في خلافة هشام في حدود 20 و100، وارتحل في طلب العلم وحمل عن سليمان التيمي وبهز بن حكيم وإسماعيل بن أبي خالد وعمر بن ذر وأبي حنيفة ومسعر وشعبة والثوري، وتفقه بأبي حنيفة وأكثر عن الثوري وشعبة، وليس هو بمحكم لفن الرواية. روى عنه أبو سلمة التبوذكي وأحمد بن أبي رجاء الهروي وسلمة بن شبيب ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه والحسن بن عرفة وآخرون. صحيحان يعني. تمام. وآخرون. قال الحاكم: هو من كبار أصحاب أبي حنيفة والملازمين له. وخطة الجارود منسوبة إليه، وهي سكة الجارودي في المربعة الصغيرة ومسجده على رأس السكة. قال محمد بن إسحاق السراج: توفي سنة 300. ونقل أبو عمرو أحمد المستملي قال: توفي سنة 600. قال: وفي تلك السنة قدم طاهر بن الحسين الأمير. قال البخاري: هو منكر الحديث، كان أبو أسامة يرميه بالكذب. وروى عباس عن يحيى قال ليس بشيء. العقيلي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا الجارود قال حدثنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجر؟ أترعون. تمام. أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. قال العقيلي: ليس لذا أصل.
قلت: ورواه سلمة بن شبيب عنه. قال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. قال رحمه الله: عثمان بن عبد الرحمن روى له الأربعة: ابن مسلم الحراني الطرائفي المؤدب مولى بني أمية، وقيل ولاؤه لبني تيم في كنيته أقوال. حدث عن عبيد الله بن عمر وجعفر بن برقان وهشام بن حسان وابن أبي ذئب وأيمن بن نابل وأشعث بن عبد الملك الحمراني ومعاوية بن سلام وعدة، وعنه بقية بن الوليد وهو أكبر منه، وأبو جعفر النفيلي وقتيبة وأبو كريب وعلي بن ميمون الرقي وأبو شعيب السوسي وأحمد بن سليمان الرهوي وعدد كثير. وكان أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبه أو لا نعم. يغير شيبه. قال يحيى بن معين صدوق. وقال أبو عروبة: شيخ متعبد لا بأس به، يحدث عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال ابن عدي: كنيته أبو عبد الرحمن، وهو في الجزريين كبقية في الشاميين حاطب ليل. وقال ابن أبي حاتم: أنكر أبي على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء له. قال محمد بن يحيى بن كثير الحراني: مات سنة 300، وقيل بل مات سنة 200. أما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري فأكبر من الطرائفي، يروي عن محمد بن المنكدر وجماعة، متروك الحديث. ومن طبقته عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، بصري صويلح، يروي عن نعيم المجمر ومحمد بن زياد الجمحي، وعنه علي بن المديني ونصر بن علي وأحمد بن عبدة الضبي وجماعة. قال رحمه الله: عمر بن شبيب روى له ابن ماجه. المعمر المحدث أبو حفص المسلي المذحجي الكوفي، رأى أبا إسحاق السبيعي، وروى عن عبد الملك بن عمير وليث بن أبي سليم وإبراهيم بن مهاجر وعمرو بن قيس الملائي وكثير النواء وإسماعيل بن أبي خالد وعدة. وعنه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعمر بن شبة وسعدان بن والأصل إن نصر. هو يقول وكثيرا. لا، روى عن ويروي عنه. أنا وكثير نظرت إلى النواء. رأي. نعم. لا، روى عن. تمام. وعنه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعمر بن شبة وسعدان بن نصر والحسن بن علي بن عفان وعدد كثير. قال أبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بثقة. يعني هو القولين كده لأبو زرعة. قول له فيه قولان. تمام. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان صدوقا لكنه يخطئ كثيرا على قلة روايته. قلت: هذا فيه تناقض، فالصدوق لا يكثر خطأه، والكثير الخطأ مع القلة هو المتروك. وله حديث واحد في سنن ابن ماجه، وهو أمثل من عمر بن حبيب العدوي، توفي في سنة 200، وقع لي من عواليه وهو صويلح. قال رحمه الله: عمر بن عبد الله. نعم. نعم. قال رحمه الله: عمر بن عبد الله بن غزين روى له مسلم وأبو داود. الإمام الكبير أبو العباس السلمي النيسابوري أخو جعفر ومبشر، سمع ابن إسحاق وسفيان بن حسين والثوري وإبراهيم بن طهمان وجماعة. وعنه أحمد بن يوسف وأحمد بن الأزهر وأيوب بن الحسن وسهل بن عمار وآخرون. قال سهل بن عمار: لم يكن بخراسان أنبل منه، توفي سنة 300.
قال رحمه الله: وأيوب بن سويد أبو مسعود الحميري، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. محدث الرملة أبو مسعود الحميري السيباني الرملي. حدث عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني وابن جريج والأوزعي ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعدة. حدث عنه أبو الطاهر أحمد بن الصرح ودحيم وكثير بن عبيد وربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون. وكان سيء الحفظ لينا. روى عباس عن يحيى قال: ليس بشيء يسرق الحديث. وقال إبراهيم بن عبد الله: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ليس بشيء. حدثهم بالرملة بأحاديث عن ابن المبارك، ثم جعلها بعد عن نفسه عن شيوخ ابن المبارك. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في جملة الضعفاء. وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال: كان رديء الحفظ. وقال البخاري: يتكلمون فيه. قلت: وممن روى عنه بقية بن الوليد والشافعي ومحمد بن أبي السري. قال ابن أبي عاصم: توفي سنة 200. وقال البخاري: قال لي محمد بن إسحاق: سمعت عبد الله بن أيوب يقول: غرق أيوب ابن سويد في البحر سنة 93 و100. قلت: الأول هو الصحيح. قال رحمه الله: أبو سفيان الحميري، روى له البخاري والترمذي. هو سعيد بن يحيى الواسطي أحد الثقات. سمع معمر بن راشد والعوام بن حوشب وعوف الأعرابي والضحاك ابن حمرة وجماعة. وعنه يعقوب الدورقي وعبد الله بن محمد المخرمي ومحمد بن وزير الواسطي وأحمد بن سنان ومحمد بن يحيى الدهلي وآخرون. وثقه أبو داود وغيره. وعاش 90 سنة. مات في شعبان سنة 200. قال رحمه الله: سلامة بن سليمان المروزي، روى له البخاري ومسلم والترمذي. الحافظ المؤدب. حدث عن أبي حمزة السكري وابن المبارك. وعنه أحمد بن أبي رجاء الحروي وأحمد بن سعيد الرباطي وعبدة بن عبد الرحيم المروزي ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ وآخرون. قال أحمد بن منصور زاجوا: حدثنا من حفظه بنحو من 10,000 حديث. وقال النسائي ثقة. قيل توفي سنة 96 و100. نقله البخاري عن محمد بن الليث. وقيل مات سنة 3 أو 4 و200. قال رحمه الله: سلمويه أبو صالح سليمان، روى له البخاري أو سلمويه. تمام. قال رحمه الله: سلمويه، روى له البخاري والنسائي. الحافظ المعمر أبو صالح سليمان بن صالح الليثي مولاهم المروزي صاحب ابن المبارك. عنه ابن راهويه وأحمد بن شبويه أو شبويه وعدة. يقال عاش 100 سنة. قال رحمه الله: عبد المجيد، روى له مسلم والأربعة. ابن الإمام عبد العزيز بن أبي رواد، العالم القدوة الحافظ الصادق شيخ الحرم، أبو عبد المجيد المكي مولى المهلب بن أبي صفرة. حدث عن ابن جريج بكتبه وعن أبيه ومعمر بن راشد وأيمن بن نابل ومروان بن سالم وعثمان بن الأسود وجماعة. حدث عنه أبو بكر الحميدي وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى العدني وحاجب المنبجي وأحمد بن شيبان الرملي والزبير بن بكار وحسين بن عبد الله الرقي وخلق كثير. وكان من المرجئة، ومع هذا فوثقه أحمد ويحيى بن معين. وقال أحمد: كان فيه غلو في الإرجاء، يقول هؤلاء الشكاك يريد قول العلماء: أنا مؤمن إن شاء الله. قال يحيى بن معين: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج ولم يكن يبذل نفسه للحديث، ثم ذكر من نبله وهيئته. وقال أيضا: كان صدوقا ما كان يرفع رأسه إلى السماء وكانوا يعظمونه. وقال عبد الله بن أيوب المخرمي:
لو رأيت عبد المجيد لرأيت رجلا جليلا من عبادته. وقال الحسين الرقي حدثنا عبد المجيد ولم يرفع رأسه 40 سنة إلى السماء. قال وكان أبوه أعبد منه. وقال أبو داود كان عبد المجيد رأسا في الإرجاء. وقال يعقوب بن سفيان كان مبتدعا داعية. قال سلمة بن شبيب كنت عند عبد الرزاق فجاءنا موت عبد المجيد وذلك في سنة 6 و200. فقال الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. قال ابن عدي عامة ما أنكر عليه الإرجاء. وقال هارون بن عبد الله الحمال ما رأيت أخشع لله من وكيع وكان عبد المجيد أخشع منه. قلت خشوع وكيع مع إمامته في السنة جعله مقدما بخلاف خشوع هذا المرجئ عفى الله عنه. أعاذنا الله وإياكم من مخالفة السنة. وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة فهلا عد مذهبا. وهو قولهم أنا مؤمن حقا عند الله الساعة مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان. وهذه قولة خفيفة وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة. وإن تارك الصلاة والزكاة وشارب الخمر وقاتل الأنفس والزاني وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كامل الإيمان ولا يدخلون النار ولا يعذبون أبدا. فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات. نعوذ بالله من الخذلان. وقد غلط أبو نعيم الحافظ وقال مات عبد المجيد سنة 97 و100 والصواب وفاته سنة 6 و200 كما قال سلمة بن شبيب. قال رحمه الله محمد بن عبيد روى له الجماعة ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب الحافظ أخو يعلى بن عبيد. حدث عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش ويزيد بن كيسان وعبيد الله بن عمر والعوام بن حوشب وإدريس الأودي والثوري وخلق كثير. حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق وابن نمير وابن أبي شيبة وأبو خيثمة وأحمد بن الفرات وأحمد بن سليمان الرهوي ومحمد بن يحيى الذهلي وعباس الدوري ويعقوب بن شيبة وخلق كثير. قال أحمد ويحيى بن معين عمر ومحمد ويعلى بن عبي ثقات. وقال الدارقطني عمر ويعلى ومحمد وإدريس وإبراهيم بن عبيد كلهم ثقات. وروى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال كان محمد بن عبيد يخطئ ولا يرجع عن خطئه. قال ابن سعد نزل محمد بن عبيد بغداد دهرا ثم رجع إلى الكوفة فمات قبل يعلى في سنة 4 و200. قال وكان ثقة كثير الحديث صاحب سنة وجماعة. وقال يعقوب السدوسي كان ممن يقدم عثمان على علي وقل من يذهب إلى هذا من الكوفيين. توفي سنة 4. وقال خليفة بن خياط وجماعة مات سنة 5 و200. وقال محمد بن عبد الله بن عمار محمد بن عبيد وإخوته أثبات وأحفظهم يعلى وأبصرهم بالحديث محمد وعمر شيخهم. قلت عمر من أقران هشيم. وقال يعقوب بن شيبة محمد بن عبيد مولى لإياد سمعت ابن المديني يقول كان كيسا. وقال العجلي ثقة عثماني حديثه 4000 حديث يحفظها. قال رحمه الله الوليد بن قاسم روى له الترمذي وابن ماجه. ابن الوليد الهمداني ثم الخبذعي الكوفي وخبذع بطن من قبائل همدان. قيده الأمير بفتح الخاء والذال وقيده غيره بالكسر فيهما. حدث عن إسماعيل بن أبي خالد وأبي حيان التيمي والأعمش ويزيد بن كيسان وفضيل بن غزوان ومجالد بن سعيد وعدة. حدث عنه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد وأحمد بن منصور الرمادي والحسين بن علي الصدائي ومؤمل بن إيهاب ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق ومحمد بن أحمد بن أبي العوام وآخرون. قال ابن الجنيد الدقاق سئل عنه أحمد بن حنبل فقال ثقة كتبنا عنه وكان جارا ليعلى بن عبيد. فسألت يعلى عنه فقال نعم الرجل هو جارنا منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا. وقال أحمد بن حنبل قد كتبنا عنه أحاديث حسانا عن يزيد بن كيسان فاكتبوا عنه. وقال أبو أحمد بن عدي إذا روى عن ثقة فلا بأس به. قال يحيى بن معين في رواية أحمد بن زهير عنه هو ضعيف. قال مطين مات في سنة 3 و200. قال رحمه الله جعفر بن عون روى له الجماعة ابن جعفر ابن عمرو ابن حريث ابن عمرو ابن عثمان ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة الإمام الحافظ محدث الكوفة أبو عون المخزومي العمري نسبة إلى عمرو بن حريث الصحابي.
ولد سنة 17 و100 وسمع من هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأبي العميس عتبة بن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر وعدة، وعنه إسحاق بن راهويه وإسحاق الكوسج وأبو إسحاق الجوزجاني وأحمد بن الفرات وعبد بن حميد وإبراهيم بن عبد الله العبسي القصار ومحمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي وخلق كثير. قال أبو حاتم صدوق، وقال أحمد بن حنبل رجل صالح ليس به بأس. قال محمد بن عبد الوهاب وهو من المكثرين عن جعفر، قال لي أحمد بن حنبل أين تريد؟ فقلت الكوفة. فقال عليك بابن عون، يعني جعفر بن عون. وقال بعضهم إن جعفر بن عون توفي في أول سنة 700 وهو راجع من الحج وله نيف 90 سنة. قلت يقع من عواليه في جزء ابن الفرات وجزء الجابري ومسند عبد. قال رحمه الله أزهر بن سعد، روى له الجماعة عدا بن ماجه أو عدا بن ماجه. الإمام الحافظ الحجة النبيل أبو بكر الباهلي مولاهم البصري السمان حدث عن سليمان التيمي ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وقرة بن خالد وطائفة سواهم وله جلالة عجيبة. حدث عنه علي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأحمد وبندار ومحمد بن المثنى ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن الفرات وعباس الدوري والكديمي وخلق كثير. وحدث عنهم من رفقائه عبد الله بن المبارك، ولما احتضر ابن عون أوصى له وكان من أوعية العلم. قال أبو بكر بن علي المروزي سمعت يحيى بن معين يقول ليس في أصحاب ابن عون أعلم من أزهر. قيل إنه كان صاحبا للمنصور أبي جعفر قبل أن يلي الخلافة، فلما ولي قدم إليه أزهر مهنئا له فقال أعطوه 1000 دينار وقولوا له لا تعد، فأخذها ثم عاد إليه من قابل فحجبوه، ثم دخل إليه في المجلس العام فقال ما جاء بك؟ قال سمعت أنك مريض فجئت أعودك. فقال أعطوه 1000 دينار قد قضيت حق العيادة فلا تعد فإني قليل الأمراض. قال فعاد من قابل ودخل في مجلس عام فقال له ما جاء بك؟ قال دعاء سمعته منك جئت لأحفظه منك. قال يا هذا إنه غير مستجاب، إني في كل سنة أدعو به ألا تأتيني وأنت تأتيني. مات سنة وأنت تأتيني. تمام. مات سنة 300 وله 94 سنة. وهنا يعني لما ذكر وله جلالة عجيبة، نعم. يعني كنت أنتظر أن هو يظهر يعني سبب ذلك في الترجمة أو يفصل القول يعني في هذا. لا، لم يرد شيئا. مم. هذا من العجب. خلاف يعني إنه يعني كان هو من دائما أوعية لما العلم. أصل هو مسألة له جلالة عجيبة، يعني ده وصف خاص أكيد، يعني له سبب وله ما يدل عليه. مم. فهو الإمام الذهبي كعادته لما بيذكر يعني أوصاف خاصة بيفصل ف- القول فيها يعني. مم. حتى القصة الأخيرة بخلاف هذا. مم. إن شاء الله نحاول نراجع ترجمته في مصادر أخرى. قال رحمه الله وهب بن جرير روى له الجماعة ابن حازم بن زيد ابن عبد الله بن شجاع الحافظ الصدوق الإمام أبو العباس الأزدي البصري، ولد بعد 300 وروى عن يعني والده الشيخ فأكثر. قاسم لاحظ أن الإمام الذهبي لما بيورد في المناقب شيئا بيأتي بما يدل عليه. نعم، يعني هو مثلا لما كان في ترجمة جعفر البرمكي مم. قال وله كان فيه حديث فيه. عجيب. لا، جعفر البرمكي لما هو قال إن الحياة وصل إن هو جالس الملوك ثم بعد ذلك مم. انقلب الحال عليه. قال وكان من أمره العجب العجاب في بداية الترجمة ثم بعد ذلك فصل القول. نعم. فهو لما يأتي بأمور من مثل هذا القبيل من خلال ما قرأته في السير يعني يفصل في الترجمة. نعم. فأنا هنا لما وجدته قال له جلالة عجيبة انتظرت أن هو يقول ذلك. أن يأتي يعني حتى بما يدل على هذا. حتى يعني نعم. الإمام الذهبي في بعض بعض الألقاب مثلا قد تطلق على الرواة
وكذلك هو يعني لا يذكر، يعني يذكر لها سبب في حين قد ينظر ذلك في غيره من الكتب. عدد وكذلك الألفاظ العامة يعني. آه وكذلك أيضا لاحظت في الإمام الذهبي سواء في السير أو التاريخ أنه في بعض الرواه يعتني بذكر أقدم من روى عنه وآخر من روى عنه. جميل. يعني أنا طيب. لاحظتها في عدد ليس بالقليل، وهذه لم أجدها في غير سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، يعني لم أجدها مم. في كتب أخرى. نعم. فهذه يعتبر من الفرائض اللي الإمام الذهبي يعني جاء بها في السير. نعم. أما عن الفرائض فهي كثيرة، يعني ممكن يضاف إلى نعم هذا مثلا آه، الملاحظات التي يلاحظها ويعلقها إذا جاءت مثلا مخالفة للسنة أو للهدي أو كذا. نعم نعم وممكن يضاف إليها اعتذاره، وهذا ملاحظ فيه جدا، مسألة الإنصاف والاعتذار. وحتى من آخر ما مر معنا الآن أنه تكلم في البدعة إذا كانت خفيفة وإذا كانت صعبة غليظة، ففرق بينهما. نعم. ويمكن وهو أن يضاف إلى ذلك لطفه في التعبير مع ضخامة الخطأ، مثل ما يقول البخاري فيه نظر أو تركوه أو نعم كذا، فهو أيضا يتلطف جدا. نعم. م. ويمكن أن وكذلك هو نضاف إليها أيضا مناقشة أقوال العلماء من ناحية مثلا مثل ما مر معنا قبل قليل في مسألة كيف أن يكون الراوي يعني له حديث كثير ثم يخطئ في حديث أو حديثين، فيحمل عليه بعضهم ويشدد، فهو يعني يقف إلى جانبه ويقول كيف هو حديث واحد وقل من يخطئ وكذا. نعم. م. وكذلك هنا لما ابن حبان قال كان كثير الخطأ، يعني الإمام م. برضه الذهبي بالعكس استدرك هو فقال أصلا ما عنده إلا أحاديث قليلة. آه نعم. م. وإن كان فهذا حتى مثل بعض مثلا يكون متروك. م. نعم، وإن كان بعض هذه الأمور يعني تجدها في الكتب الأخرى. م. لكن هو الإمام الذهبي يعتبر من أبرز ما شفت فيه، يعني مسألة اللي هو يتعرض للمسائل الفقهية، زي مسألة مخالفة السنة، م. زي مسألة مثلا الأمور الصوفية. فأعتقد أن هو منهج الإمام الذهبي فيها يستحق الدراسة. يعني م. لو حد ومنها أيضا يعني ما نبه عليه الإمام ابن حجر العسقلاني من مسألة إن قوله الذي يقوله بعد استقراء. نعم وللذهبي استقراء تام في معرفة الرجال. نعم. مم. أشياء فهو كثيرة جدا. إن شاء الله قال رحمه الله: وهب بن جرير روى له الجماعة: ابن حازم، ابن زيد، ابن عبد الله بن شجاع الحافظ الصدوق الإمام أبو العباس الأزدي البصري، ولد بعد 30 و100 وروى عن والده فأكثر، وعن ابن عون وهشام بن حسان وقرة بن خالد وعكرمة بن عمار وشعبة وغالب بن سليمان والأسود بن شيبان وسلام بن أبي مطيع وهشام الدستوائي وموسى بن علي بن رباح وصخر بن جويرية وعدة. عنه أحمد وإسحاق ويحيى وعلي وعمرو بن علي وعمرو ابن علي وأبو خيثمة وبندار وعبد الله المسندي وعبد الله بن منير وعقبة بن مكرم ومحمد بن رافع وابن مثنى ومحمود بن غيلان وأحمد بن الأزهر وأبو إسحاق الجوزجاني وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن سعيد الرباطي والحسن بن أبي الربيع ومحمد بن سنان القزاز ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وسليمان بن سيف الحراني ويعقوب السدوسي وخلق كثير. أمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه وأكثر عنه في مسنده. هنا هذا القول يعتبر يساوي التوثيق يا سيدنا، صحيح؟ إنه أمر يعني. وخاصة أن الإمام أحمد ممن لا يروي إلا عن ثقة.
أعتقد. نعم. وقال أبو محمد بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صدوق. فقيل له وهب وروح وعثمان بن عمر فقال وهب أحب إلي منهما وهو صالح الحديث. وقال النسائي وغيره ليس به بأس. وقال العجلي بصري ثقة كان عفان يتكلم فيه توفي بالمنجشانية على 6 أميال من المدينة منصرفا من الحج فحمل حتى دفن بالبصرة. قال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يذكر عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني ثم قال أبو داود جرير روى هذا عن ابن لهيعة طلبتها بمصر فما وجدت منها حديثا واحدا عند يحيى بن أيوب وما فقدت منها حديثا واحدا من حديث ابن لهيعة فأراها صحيفة اشتبهت على وهب بن جرير. قال ابن سعد مات وهب سنة 600 روى عثمان بن سعيد عن ابن معين وهب بن جرير ثقة قلت في تاريخ أصبهان لأبي نعيم وعليه خطه حديث لوهب. عن عبيد الله بن عمر عن نافع وأراه وهما لعله عن عبد الله أخي عبيد الله فإنه لا يلحق ذلك. وقع لنا جملة من عواليه. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن يوسف والفتح بن عبد السلام قال أخبرنا محمد بن عمر القاضي وأخبرنا أحمد بن هيبة الله قال أنبانا أبو روح الحروي قال أخبرنا يوسف بن أيوب قال أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال أخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب قال أخبرني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف هذا قبر أبو رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. أخرجه أبو داود عن يحيى. نعم. جزاكم الله خير. أمين.